سبب تعرج الريزن وهو بيتصلب. في حد بعت لنا وبيسالنا بيقول كنت محتاجه اعرف ايه سبب تعرج الريزن وهو بيتصلب. يعني اول ما يتصب يبقى تمام، تاني يوم الصبح الصبه اللي هي السطح يعني ما بيبقاش سوي قوي، اكنه مضلع كده. طبعا دي مشكله كبيره مش مشكله صغيره، وللاسف مشكله شائعه. اول حاجه احنا سالناها قلنا لها ايه نوع الريزن اللي انت بتشتغلي بيه، وايه نسبه المصلب بتاعه، وايه سمك الصبه. اي نوع ريزن انت بتشتغل بيه لازم تبقى عارف الداتا شيت بتاعته، لازم تبقى عارف هو بيتصب على كام سنتي، بينشف في قد ايه، والنسب بتاعته. لو معكش الداتا شيت ديت للاسف انت هيحصل لك مشكله من المشاكل دي. طبعا المشكله دي حصلت بسبب ان احنا عندنا صبه سمكها عالي، والريزن اللي هي بتشتغل بيه ما ينفعش ان احنا نصبه اكتر من 2 سم. احنا عرفنا نوع الريزن طبعا بس مش هنقدر ان احنا نقوله هنا. لكن في انواع كتير جدا موجوده في السوق ما نقدرش ان احنا نصبها اكتر من 2 سم. لو عندك اكتر من 2 سم عايز تصبهم في المره الواحده لازم تصبهم على كذا مره، يعني بعد 6 ساعات بعد 8 ساعات على حسب بقى الريزن بينشف قد ايه. فانت قبل ما تشتري نوع الريزن لازم تبقى عارف هو بيتصب على كام سنتي، بينشف في قد ايه، نسبه الخلط بتاعته. انت بقى لو عايز تعرف معلومات اكتر عن موضوع الريزن دوت اعمل لنا فولو، هتلاقيني بقول لك معلومات كتير جدا مفيده قوي في حته الريزن وحاجات كتير تانيه.